الفنان عماد حمدي. اسمه الحقيقي هو محمد عماد الدين عبد الحميد حمدي. ولد الفنان عماد حمدي في 25 نوفمبر عام 1909 في سوهاج بصعيد مصر. كان أخا بين 8 أشقاء، وله أخ توأم اسمه عبد الرحمن. تعلم فن الإلقاء على يد الفنان عبد الوارث عصر، وهو تلميذ في مدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة. فتحت الصدفة للفنان عماد حمدي باب البطولة المطلقة في أول أعماله السوق السوداء عام 1945. وفي هذه الفترة كان المتعارف عليه أن للنجوم شكل محدد، وهو الأقرب للأجانب، ذات الوجه الأبيض والعيون الملونة، على عكس الفنان عماد حمدي الذي كانت ملامحه مصرية أصيلة، حيث شعره الأسود المجعد. وهذا ما جعل المخرج كامل التلمساني يصر عليه ليكون بطل فيلم ويعطيه مكافأة قدرها 200 جنيه، رغم أن الفيلم لم ينجح، مما جعل عماد حمدي يقرر عدم خوض تجربة التمثيل مرة أخرى. ورغم فشل فيلم السوق السوداء، فإنه دخل تجربة أخرى وهي فيلم دائما في قلبي، والذي نجح فيها بشكل كبير، وكانت بداية انطلاقته الفنية. ومن أعمال الفنان عماد حمدي غرام بدوية، الواجب، ليت الشباب، أنا الماضي، ظهور الإسلام، ضحيت غرامي، البيت رقم 13، ظلموني الحبايب، اللقاء الأخير، حب في الظلام، موعد مع السعادة، شاطئ الذكريات، المرأة المجهولة، بين الأطلال، المبروك، أم العروسة، عفريت مراتي، المذنبون، خائفة من شيء ما، سواق الأتوبيس، وخان الخليلي، وصرصرة فوق النيل، وغيرها من الأفلام. ومن المسلسلات مسلسل في مهب الريح، عيلة الدغري، الحصاد المر، الوهم، مالك جاني، لعبة الرجال، الشاطئ المهجور، وغيرها من المسلسلات. ومن المسرحيات مسرحية خان الخليلي. ومن المسلسلات الإذاعية مسلسل صابرين، وأرجوك لا تفهمني بسرعة. بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان عماد حمدي في عالم السينما، قرر بناء على نصيحة الكثيرين أن يترشح لعضوية مجلس الأمة عن دائرة قصر النيل. وعلى الرغم من أنه حاول التهرب في البداية، إلا أن الطلبات التي كانت تصله يوميا سواء من جمهوره أو من أهل بلدته في النهاية يستجيب لهم ويعلن الترشيح. وقتها بدأت اللافتات تنتشر في شارع قصر النيل والشوارع المجاورة، وبدأ البعض يجوب المقاهي والأماكن العامة دعما لعماد حمدي، حتى جاء اليوم وفجأة عماد حمدي يطلب من الجميع للشارع وإزالة جميع اللافتات. والوهلة الأولى ظل المقربون منه أن هناك خطأ ما في طباعة اللافتات، وأنه يريد استبدالها، غير أنه شدد عليهم بأنه يريد إزالة اللافتات لأنه سينسحب من السباق الانتخابي، مضيفا أنه لن يكون قادرا على الترشيح لأن هناك شرطا من الشروط 8 لا تنطبق عليه. وكان الشرط ينص على ضرورة أن يكون عماد حمدي عضوا بالاتحاد الاشتراكي ويمر على عضويته 12 شهرا، بينما لم يكن قد مر عليه عضويته سوى 7 أشهر فقط، لأنه كان مشغولا بالتصوير في لبنان ولم يكن قادرا على العودة إلى مصر، وبالتالي تقدم بالطلب في وقت متأخر. وقال عماد حمدي عن هذا اليوم: لم أكن أعرف ماذا أقول لبلدياتي وماذا أقول لأهل الحي الذين أحاطوني بتشجيع ما كنت أحلم به، لكني في الحقيقة أخطأت لأني تأخرت عن موعد التقديم، وهذا شرط يجب أن يحترم. تزوج الفنان عماد حمدي 4 ممثلات في حياته. الزواج الأول كان من الراقصة حورية محمد، لكن سرعان ما تم الانفصال. وتزوج بعدها من فتحية شريف، واستمر الزواج 8 سنوات أنجب خلالهما ابنهما الأكبر نادر. وعلى الرغم من حبها الشديد له، فلقد اعتزلت من أجل الفن وتفرغت لحياتهما الأسرية، ولكنهما انفصلا أيضا. وربطت شائعات بينه وبين فاتن حمامة
بسبب الأفلام شديدة الرومانسية التي قدماها سويا. لكن فوجئ الجمهور وقتها بقصة حبه للفنانة شادية التي وقعت في غرامه، خصوصا أن فاتن حمامة في ذلك الوقت كانت متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار. وارتبط الفنان عماد حمدي بالفنانة شادية وهي في 24 من عمرها وفي 45 عاما، وهذا ما جعل أسرتها ترفض هذا الزواج، لكنها أصرت أن تتزوجه، وأقيم حفل زفاف متواضعا دون زفة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات. وفي السنة الأولى تعرض للعديد من المشاكل والأزمات المادية، ولكن بسبب العديد من الخلافات تم الانفصال، خصوصا عندما كان في حفلة ورقصت شادية مع شخص في الحفلة، مما أثار غيرة الفنان عماد حمدي، فقام بصفعها على وجهها بالقلم. فأصرت شادية على الانفصال رغم إصراره أن يظل سويا، وتحول الأمر بينهما بعد ذلك لزمالة في العمل فقط، وقدم العديد من الأفلام بعد هذا الانفصال. وخلال تصوير فيلم زوجة في الشارع بدأت شرارة الحب بينه وبين الفنانة نادية الجندي، والتي كانت تحبه بينما كان هو مهتم بها، فتزوجا. وقيل بعدها أن الفنانة نادية الجندي كانت السبب في إفلاسه، وكتب لها شقته في الزمالك، وعاد بعد ذلك ليعيش في أواخر أيامه مع زوجته السابقة فتحية شريف في شقة متواضعة. ولكن الفنانة نادية الجندي أنكرت أنها السبب في إفلاسه، وقالت إن عماد حمدي كان يكبرها بأكثر من 40 عاما، وإنه والد ابنها الوحيد هشام، وقد استمر الزواج 12 عاما. وأشارت نادية الجندي إلى أنه بسبب فارق السن بينهما كان يغار عليها بشكل كبير، الأمر الذي زاد من المشاكل بينهما إلى جانب رفضه ترشيحها في الأدوار بسبب حبه الشديد وغيرته عليها. وقالت الفنانة نادية الجندي في لقاءات تلفزيونية إنها أثناء زواجها منه لم تقدم أي بطولات، فكل الأعمال التي قدمتها في هذه الفترة كانت أدوارا ثانوية. وبعد الانفصال من عماد حمدي وزواجها من محمد مختار قدمت فيلم البطنية، وكان عماد حمدي بطلا من الأبطال كما أشرف على الإنتاج. ويعد فيلم سواق الأتوبيس آخر أعمال الفنان عماد حمدي على شاشة السينما، وبعدها أصيب بحالة من الاكتئاب الشديد بسبب وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن الذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي، وبسبب إفلاسه أيضا وانفصاله عن زوجته نادية الجندي، وظل لمدة 3 سنوات لا يخرج من البيت، وفقد بصره من شدة الحزن. وكانت فتحية شريف تقوم برعايته وخدمته على الرغم من طلاقهم. وفي يوم السبت 28 يناير عام 1984 توفي الفنان عماد حمدي في منزله عن عمر يناهز 74 عاما إثر أزمة قلبية حادة بعد معاناة طويلة مع العمى التام والاكتئاب المزمن. رحم الله الفنان المحترم عماد حمدي.